السلام عليكم، معكم كريم من أكل الشارع مع الصحاب. اليوم تجربة بالنسبة لي راح تكون مختلفة. اليوم راح نجرب مطعم، بس مطعم برضو بالنسبة لي شوي مختلف. مطعم لفنانة مشهورة، طبعا هي عندها أكثر من 250 عمل، والأعمال تبعيتها طبعا مثلت مع كثير ممثلين كبار، وهي أصلا شخصية كبيرة وقديرة. نجرب اليوم الأكل في مطعمها، نشوف إيه اللي حيصير. شوقتنا. هي مين الفنانة دي؟ طبعا الفنانة راح تكون فنانتنا القديرة والمحترمة نهال عنبر. طبعا الفنانة عندها أكثر من 250 عمل، ومن أشهر أعمالها طيور الظلام في أعمال كثيرة، فراح نختصر عليكم. فخلونا نجرب الأكل مع بعض، ونجرب في مطعم كريب كاست اللي فيه عنوان أكتوبر، محور 26 يوليو، مول زايل أمام جامعة النيل مباشرة. مثل ما أمور. خلونا نجرب مع بعض ونشوف، يلا بينا. فنانة نهال عنبر اللي خلاني أنا أعرف إنه هي عندها مطعم. أنا شفت لأكثر من فود بلوجر تصور عندها، كان شكل الأكل كثير طيب، فأنا جاي أجربه اليوم وأعطيكم رأيي فيه، وإيه الطعم وإيه التقييم تبع الأكل. فإن شاء الله الأكل يكون حلو زي ما ذكروا كثير من الصحاب. رح نجرب مع بعض وأعطيكم رأيي، انتظرونا. طبعا نحن أخذنا كريبين من عند مطعم فنانة نهال عنبر. اليوم راح نجرب كريب رانش تشيكن وكريب ماكس لحوم. خلونا نحكي على العرض اللي عاملينه، عرض كثير حلو. اختار أي أي كريبين، يعني تطلب 2 كريب، أي 2 كريب من المنيو تاخذ معهم 2 بطاطس مع لتر كولا. هذه واحد. وعندهم عرض، هو العرض ده اسمه عرض الصحاب، وعندهم عرض العيلة. بتاخذ 4 كريب لاختيارك من المنيو، بتدفع حقهم طبيعي، تاخذ معهم 4 بطاطس، وبتاخذ معهم كريب شوكولا وكريب النوشة ولتر كولا. فخلونا نجرب مع بعض الكريب واعطيكم رأيي فيه، وهذا رأيي الشخصي، ونجرب اذا الكريب طيب ولا لا. طيب حلو بالكريب انه تحمص تحميصه حلوه. كثير مطاعم كريب بتعمله ني، يعني مش مقرمش، لا هذا الكريب مقرمش. طبعا في ناس كثير رح تفكرني اني عم بجامل، بس انا ما بحب اجامل بالاكل. القرشة تبعت الكريب طيبة كتير وعاملة لذاذة بالموضوع، واغلب اللي بالكريب متناسق مع بعضه. يعني لا، كمية الجبنة، كمية الفراخ، كل شيء متناسق، والكمية والحشو منيح. انا لو بعرف المطعم من اول لكن اكلت عنده كتير، بس انا هي بصراحة اول مرة بجرب من عندهم. كطعم كريب لا كتير طيب. يمكن اول مرة بتشوفوا فيديو غيري انه انا باكل اكثر من لقمة، لانه العجينة تبعت الكريب نفسها كتير طيبة. خلونا نجرب مكس اللحوم. طبعا انا بالنسبه للحوم عشق اللحوم صراحه. خلينا نجرب كريب مكس اللحوم واعطيكم رايي فيه. طبعا هذا شكله بيجي شكل الكريب، طبعا كحجم كبير ما شاء الله، الحشوه مليانه ان شاء الله يطلع مثل الدجاج مثل الفراخ، ونشوف شو الطعم. اللحمه ظاهره، ظهرات تبعت اللحمه طيبه، خضار اللي جوات الكريب. صراحه العامله فنان، يعني عامل من الكريب فنان، مش مجاملة، حقيقة. ميزة الكريب نفسها عجبتني. أكلت 2 أو 3 مرات كريب، بس بيبقى الكريب طري، ما فيه قرمشة. بينما لا، أنا برأيي إنه لا، الكريب لما بتحمص يبقى أطيب. طعمة الحشوة مضبوطة، الأكل بشكل عام لا طيب. وأنا مستغرب يعني صراحة، في كتير جرب يعني بكتير أماكن كريبات من أماكن معروفة، بس لا، هذا أطيب، فيه قرمشة. عجبتني القرمشة اللي فيه. ندوق البطاطا. طبعا الأكل كله بيجي سخن، والبطاطس طيبة كمان. خلونا ندوق أول مشان نحكم. طبعا أنا عرفت البطاطس مقرمشة من شكل البطاطس، كتير حلوين. فأنا بصراحة مش ندمان أبدا على التجربة،
بدي أعيدها أكثر من مرة إن شاء الله. راح أصير مثل ما بقولوا زبون مكان. كربين بيستاهلوا 10 من 10. هنجرب ديزرت النوشة دلوقتي وإن شاء الله حيكون يعني رائع. أنا مالي كثير بالحلو راح أجربه. طبعا هذا بيجي مع عرض العيلة وليس مع عرض الصحاب، فنحن طلبناه علشان إيش جربه. نعطيكم رأينا. طبعا شوكليت ولوتس. خلونا نجرب اللوتس. مش حقيمه أنا، أنتم اللي حتقيموه لأنه أنا مالي كتير بالحلو، فأنا بميل للحاضر أكثر والتيم الرائع اللي عندها. تمام. وحتاخد طبعا هن ما كانوا بياكلوا مثلا أنا مثلا جاي أصور أو شيء، لا أنا طلبت زبون عادي وأخذت الطلب وكانت المعاملة جدا راقية وجدا روعة. يعني كانت حلقتنا اليوم من عند مطعم كريب بس، فخلينا ننتقل لمطعم تاني لحلقة جديدة. كان معكم كريم من أكل الشارع مع الصحاب، والسلام.